السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير وانتم تشوفوا الفيديو. جيتكم الليله بفيديو جديد. لو انتم اول مره بتشوفوني انا املانا، بدعوكم انكم تشتركوا في القناه، لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوا انكم تكتبوا لي كلمه حلوه في الكومنت، بكون سعيده جدا جدا لو ردت عليكم. الليله جيتكم بفيديو جديد، فيديو مشتريات. انا بحب دائما النوع ده من الفيديوهات، فيديو فتح الهدايا او فيديو مشتريات وكده. فلو انتم بتحبوا النوع ده من الفيديوهات فلازم تكتبوا لي كلمه في الكومنت علشان اصور لكم اكثر واكثر. انا بحب دائما الفيديوهات اللي زي كده وبحب اتفرج عليها، فحبيت الليله اشارككم الفيديو ده. اشتريت شويه حاجات كده من قبل رمضان او شويه تجهيزات كده لرمضان، فقلت اشارككم بها. اذا في واحده مثلا حابه انها تشتري حاجه او كده وخطر على بالها حاجه من الحاجات اللي انا جبتها، فيكون عندها فكره. فخلونا نشوف الفيديو، وما تنسوا انكم تحطوا كلمه حلوه في الكومنت وتعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. فيلا خلونا نبدا. انا اشتريت مجموعه حاجات، فاول حاجه حابه لكم بالكيس الصغير ده، وبعد كده ننزل للحاجات الثقيله اللي تحت. فيلا خدوا اول حاجه لايك للفيديو، وبعد كده انزلوا اتفرجوا عليه واكتبوا لي كومنت حلو جدا جدا، وشاركوني كده بارائكم وافكاركم في الكومنت، وخلونا نتناقش مع بعض. انا بحاول قدر الامكان اني ارد على الكل، بس اذا كده يعني في سؤال او كومنت فات عليا فبليز اعذروني، لانه انا ماسكه الصفحه لوحدي وما معي ادمنز علشان يردوا على الكومنت. ف اكتبوا لي كومنتات، بحاول بقدر الامكان اني ارد عليكم. فيلا خلونا نبتدي. طيب اول حاجه حنبدا زي ما قلت لكم بالكيس الصغير ده. خلوني افتح. الحاجات اللي هنا حاجات يعني بسيطه، وتعتبر يعني الناس اللي بتشتغل معجنات حلويات حاجات زي كده ممكن تفيدهم. فاشتريت ده منخل علشان يعني بيساعد كده في نخل الدقيق. عندي واحد كده مسطح، فكل الدقيق لما اجي انخله بيطلع بالاطراف، فجبت اللي هو عامل كده علشان لما انخل ينزل في الحاجه اللي انا اخذتها من تحت يعني بتحكم. فبس. وثاني جبت ده مفرش، مفرشي بتاع السيليكون. كنت بقطع في حاجه بالسكين في المفرش وقام يتقطع، فاشتريت ده حلو جدا. شوفوه. وتاني اشتريت فرادة عجين، يعني فرادتي كويسة بس عجبتني دي واشتريتها. طقم سكاكين، انا بحب السكاكين تكون حادة جدا، السكين دي حاساها بدأت تموت، ومهما اسنها لسه عملت. وتاني اشتريت صينية الخبز دي، هي زي ألمانيوم كده بس عجبتني وجبتها. بعد كده ندخل على الحاجات الكبيرة. جبت هنا اللي هي فرادة عجين، عشان داخل رمضان كده وانا بشتغل كتير معجنات ومخبوزات في رمضان، فيعني للبيت وكده، فاشتريتها. بيجي معاها ضمان 3 سنة، وده الكتالوج. هي نفس فرادة العجينة التقليدية الزمان ديكا، بس دي كهربائية. الكهرباء بتاعتها قليلة، يعني 90 واط، عشان يعني تلف بالراحة كده. معاه ملحقات، طبعا انا ما حكون فاهمة ليه اي حاجة اسي، بس يعني لما استخدمها وكده حافهمها اكتر. فهي هو ده الجهاز الكهربائي اللي هو بمثابة اليد، اللي هي بدل ما يعني تلف بيدك، فهي دي معاها اللي هي اليد كهربائية. وفي القطعة دي حاليا ما عارفة حقت شنو. والكرتون الثاني فيه الفراد. شوفوا حتى معاها الفرادة اليدوية، يعني إذا عايزة تستخدميها يدوية بدون الكهرباء تقدري، إذا عايزة تستخدميها بالكهرباء فكمان بتقدري. اللي هي نفس الفرادة العادية الزمان التقليدية، أكيد كلكم عندكم منها في البيت. فبس أنا جبتها علشان الفطار والمعجنات وحاجات رمضان. الكهرباء بتاعتها 90 واط، سعرها ما متذكراه عشان كثير حيسألوني سعرها، ممكن ارد لكم في الكومنت بسعرها، بس حاليا ما متذكرة سعرها خالص. بس ما كانت تقريبا 200 وشوية، كان عليها عرض. يمكن بعد العرض تكون اقل من 200 كمان. الحاجة الثانية اشتريت، خليني اوريكم، جبت اير فراير جديدة.
انا صراحه عندي الاير فراير هنا، عندي كثير منكم بيكونوا شافوني بها في الفيديوهات كمان، فاشتريت دي لانه الاير فراير بتاعتي الاولى من تحت كده، خليني اوريها لكم. انا شغاله بها طبعا، هو ما مغسوله. انا بشتغل بالاير فراير تقريبا بشكل يومي، فشايفين من جوا يعني نوع الاير فراير ده يتقشر كده من جوا، يعني مع الاستخدام طبعا، دي قديمه معي لها سنين، ف بقت ما صحيه. يعني احيانا مثلا باخد فيها بطاطس، بكون عايزه اقلي بطاطس، فلما اجي اقلبه بينزل من الاسود ده اللي هو اللي مصنوع به اللي مطلوب به الاير فراير من جوا، فبيطلع لي في الاكل، فما صحي طبعا مع الاطفال انه ياكلوه، او حتى يعني اطفال ولا كبار ما صحي. فانا ممكن احط ورق زبده تحت او اي حاجه او قصدير كده واستخدمها عادي، حتى هي شغاله وكهربتها تمام وبتعمل اي حاجه حلوه. يعني حتى كنت مستخدماها معاكم في الفيديوهات اللي فاتت تقريبا قبل اسبوع ولا اسبوع شويه كده، كنت عامله فيها، فعادي يعني بقدر استخدمها ككهرباء وكل حاجه. بس عشان التقشير اللي فيها من جوا ده حبيت اني اغيرها، وجبت ماركه جديده. دي كانت ماركه جيساف، وصراحه قعدت معي حلو، يعني تقريبا كم سنه كده قاعده معي كتير يعني، وكهربتها تمام وبتعمل اكل كويس وبتحمر كويس وكل شيء فيها تمام، بس مشكلتها التقشير اللي جوا ده. فبس جبت واحده جديده، خليني اوريها لكم. طيب اللي جبتها دي اصغر من اللي عندي، دي اول حاجه. طبعا يا جماعه لو سمعتوا صوت بناتي في الفيديو ده فيعني تغاضوا عنه، لانه يعني انا دايما ما قاعده اصور بالصباح كده كتير، او حتى لو صورتها ما بعمل مونتاج للفيديو بالصباح، فبيكونوا نايمين فبقدر اسجل لكم كويس، فاسيبهم صاحيين. شوفوا هنا بيجي معاه طبعا الضمان، وبيجي معاه كتيب لوصفات، اتوقع كتيبين، واحد عربي او دي طريقه الاستخدام، لا وصفات والله، واحد عربي والثاني بيكون انجليزي اللي هو كتيب وصفات. هذه دقيقة أخذتها. طيب أنا اللي جبتها دي XL، اللي هي كم لتر؟ دقيقة نشوفها. 5 لتر ونص. أنا حقتي دي تقريبا كانت 8 لتر أو 7 لتر ما متذكرة. دي 5 لتر ونص و1800 واط، اللي هي بيكون مكتوب عليها XL. في 2 XL اللي هي بتكون أكبر تقريبا 7 أو 8 لتر. أنا صراحة أجهزتي كلها أسود، عندي بس العجان لونه أحمر، فالعجان لسه حبدله كمان لأنه برضه فيه شوية حاجات يعني لقدام. بس عندي الحلة الكهربائية أسود، فقلت خلاص أجيب دي رمادي. أنا كنت عايزة أجيبهم كلهم أسود، بس زوجي قال لي لا، يعني عادي أغير، ما كله يكون نفس اللون. بس قلت خلاص يلا أغير. فخلوني أوريكم الحاجات اللي بتجي مع الاير فراير. طبعا دي ديجيتال، واللي كانت عندي عاديه اللي هي بمفاتيح. استنى، طبعا الحاجه لما تكون جديده الواحد ما بيكون مستكشفها، فما عايزه اخرب حاجه. تمام. طيب الملحقات اللي بتجي معاها اللي هو حتى حقتي الاولى جات تقريبا معاه نفس الملحقات، بس بحجم اكبر طبعا. شوفوا دي عشان مثلا لو حابين نعمل شيش طاووق، مديكم معاها الاعواد، هذه اعواد الشيش طاووق. وكمان لو حابه انك مثلا تعمل الدجاج على البتاعه دي، ممكن تحطيه هنا وينزل لك كل الزيوت والسوائل تحت. وهي كمان استاند للاعواد الشيش طاووق. طيب تاني في معاها المقبض ده اللي هو زي مقص كده او حاجه عشان تشيلي بيها. انا ما عايز يفتح كده. معاها الصينيه دي صغيره كده لو حابين نعمل فيها كيك او اي حاجه، وقالب كيك بالشكل ده.
وتاني من جوا كده. طبعا حقتي اللي عندي اكبر من دي بكتير. شوفوا بالنسبه للاير فراير، اذا انتوا حابين انكم تشتروا اير فراير فاشتروا اللي بيكون الوعاء بتاعه بيطلع برا كده. دي افضل. حتى حقتي الاولى كانت نفس الحكايه. في واحده في نوع بيكون معاها زي ستاند كده بس بتحطيه هنا، واليد دي بتكون مركبه في الجزء ده. فعندك انت الجزء ده كده اللي هو زي حله، واليد مركبه فيه، فبيكون في زي حاجه كده دائريه. دقيقه اوريكم شبه شنو. عندي هنا في الحله الكهربائيه برضو شوفوا بيكون في حاجه زي دي بتدخل هنا جوا وبتحطوا فيها انت الحاجه اللي حابين انكم تعملوها، يعني ما بيكون في الوعاء ده. فاللي زي دي بحسها انه بتكون مثلا الزيوت والحاجات كلها لازقه فيها، ما بتتصفى. اما النوع اللي بيكون زي ده فالزيوت كلها والزيوت الزايده اي حاجه زايده بتنزل تحت، فبتكون لكم هنا في الحله دي انتوا بترموها، وبيكون عندكم الحاجه اللي انتوا عاملينها هنا صافيه بدون اي زيوت، خصوصا في اللحوم والفراخ، فبتكون حلوه جدا. ما بتشيلوا حاجه كده مزيته. فبس يعني دي معلومه للناس اللي حابه انها تشتري اير فراير، لاحظوا الحته دي. فبس هي دي. طيب انا هنا حشيل الاير فراير طبعا الاولى من مكانها، وحاخد الثانيه. تعالوا. طيب كثير منكم حيسألوني بكم الأسعار يا أم لانا بالنسبة للفرادة العجين اللي هي الكهربائية. الصراحة ما متذكرة سعرها، بس اكتبوا لي في الكومنت برجع للإيصالات وأوريكم سعرها بعد العرض. أما بالنسبة للإير فراير فطبعا كان في أسعار كثيرة وأحجام كثيرة. بالنسبة للحجم اللي أنا اشتريته كل الأحجام كان عليها تخفيضات، بس بالنسبة للحجم اللي أنا اشتريته اللي هو 5 لتر ونص كانت بعد العرض ب 297 اللي هي 300 ريال. يعني يعتبر سعرها حلو. بالنسبه للماركه اللي هي ماركه اديسون، انا صراحه مجرباها في حاجات كثير. عندي منها الحله الكهربائيه دي اديسون واستخدمتها معاكم كثير في الفيديوهات، رجعوا شوفوها. وعندي كمان اللي هي مفرمه اللحوم، وعندي محضر الطعام. فصراحه الماركه حلوه معاي. انا مجرباها يعني من قبل، يعني اشتريتها بدون اي تردد لما جيت اشتري الاير فراير. فبس كده، ان شاء الله انه الفيديو يكون افادكم وحبيتوه. ولو عندكم اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في الكومنت، وما تنسوا انكم تحطوا لي لايك للفيديو، ده اهم حاجه يا جماعه، وتكتبوا كومنت حلو علشان ارد عليكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكره. باي باي.